السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية الإسلام، لا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كالعادة ثانية من وقتكم ونصلي على الهادي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوتي متبدل شوية لأني كيف جيت يعني نمنتج في الفيديو هذا وبكيت، بالحق بكيت هيك باش تعرفوا علاش بالحق صوتي هيك. معناها أصعب فيديو منتجته في القناة من اللي حليتها. بالحق بكيت بحرقة لأنه تخيلت روحي في الوضعية هذيك. تبعوا معايا الفيديو. تدخل الليسي يجيو يقولوا لي راه ولدك مينة. اليوم باش نحكي لكم على حكاية صارت ما عندهاش برشا في تونس. حكاية ولدنا معتز حلمته وفات قبل ما تبدأ. نهار 16 سبتمبر نهار مميز للتوانسة الكل، للتوانسة اللي صغارهم ترجع للقراية. نهار المشاعر فيه مخلطة، الوالدين يخموا في مصاريف القراية والتلميذ يخمم كيفاش باش يولي يفيق بكري لأنه تعود بالفيقان مخر في الصيف، ويخمم زعما شكون باش يقريه، شكون الأستاذ اللي باش يجي يطيح عنده، ويبدأ يدعي ربي باش أصحابه متاع مناول يطيحوا معاه في نفس القصة. الأم تفيق بكري، تحط فطور صغارها وتفيقهم وتدعي لهم ربي ينجحهم ويوفقهم، وتبدأ تزرب فيهم باش ما يفوتهمش الوقت. واللي دارت تخو عليهم فكرة خايبة. أول نهار في القراية الوقفة قدام الليسي، ولما التلامذة عندها نكهة خاصة. هذه على حاجة صارت تصير لي قبل أول ما ندخل أول نهار يعني في القراية، بالأخص في مرحلة الابتدائي. كنت ندخل القسم نشم فيه ريحة ماهيش عادية. اليوم هذا ما فهمتهاش، ريحة بنينة، ريحة تشجعك على القراية، ريحة الله أعلم شنو هي. سبحان الله والله. مع طه حسين مقرين مع ماضي ساعة والرجيم بالضبط باش نلقاو حضبة متاع تلامذة وأولياء وحماية مدنية وشرطة ملمومين بحذا جثة ولدنا معتز بن مبارك. معتز من مواليد 2006، يقرأ ثالثة ثانوي إعلامية. معتز حلمته وفات قبل ما تبدأ. معتز كان واقف مع أصحابه قدام الليسي ويحكيوا في اللي يعني صار لهم في الصيف كلمة التلامذة الكل. في نفس الوقت زوز بنات متعدين قدام الليسي، واحدة منهم في يدها باكو شيبس، وثم زوز ولاد أعمارهم تقريبا 16 و 17 عام قاعدين. الولاد هذا ما يقراوش غادي، هذا لا يقراو لا غادي ولا في بلاصة أخرى، بطالة. الولاد هذا معروفين ديما موجودين قدام الليسي هذاك. الطفلة قلت لكم هذا باكو شيبس، وواحد من الولاد هذوكم قالها أعطيني شوي، قالت له لا، وزربت في الخطوة متاعها حبت تفوته، لكن هو خلط عليها لأنه حس بالإهانة والحقرة قدام صاحبه. كيفاش طفلة تحقره، قلة رجولية تسمى عنده هذه. باش يقول لها هي محسوب على باكو شيبس، توا نمشي نشريه. وقعد يتبع فيها ويسب فيها ويسمع فيها في الكلام الخايب. حكي مع ماضي ساعة ودرجين بالضبط. متعدي أنا من هنا ماشية لثنية الليسي، وفما زوز ولاد هنا قاعدين كاللي تشوفهم أنت مش معناها تعرفهم، ديما يجيو لهنا. وفما زوز بنات هما بنات كلاسي متعدين هكا راجعين من غاديك. واحدة فيهم شادة شيبس عامل باش نعيط لها، باش نقولها قريت ولا خاطر مانيش فرد جروب. يا أخي عيط لها الطفل قالها هات شيبس، تلفتت له هي قالت له لا وتعديت طول، قالت له لا ما نعطيك الشيبس ومشيت. خلطت وراها قالها كلام زايد، معناها قالها تو نشريوها احنا الشيبس على دينار ولا ترى شنو، ويعني قاعد يتلكش عليها كلام زايد ويعيط له صاحبه من غادي قال له ما تمشي لهاش، ما يقتلك لا. معتز كيف شاف زميلته الطفل اللي قلق فيها مشيله يجري على أساس باش يبعدوا عليها ويقول له يزي سيبها، لكن الولاد الزوز داروا فيه وضربوه. والإشاعات دارت إنه واحد من الأولاد ضربه بسكينة، لكن مش صحيحة الحكاية لأنه ضربه على راسه. قداش من ضربة فقدته الوعي. وما دغروش كما قاعدين يحكيو يعني والكل، خاطر فما برشا خرجوا برشا اشاعات كيفاش دغروه يعني، واللي قالوا فما برشا حكايات حسيروا اما هما ضربوه ضربه خايبه على راسه. معتز غاديك دايخ معناتها بحال يجي وحال ساقيه ووجهه الكل كنفورات ثلاثه كنفورات بالدم وازرق، هو ديجا لونه ازرق وابيض معناتها لونه ظاهر، ما ظاهر يعني متوفي.
وثم اللي قال اللي خالة من خالت الأولاد هذوكم الزوز كي سمعت بالحكاية عطاتهم فلوس على أساس باش يهربوا، وخذاو الكار بالفلوس هذيك مشيو في اتجاه زغوان، لكن الوحدات الأمنية وقفتهم، والسلطات العدلية قالوا اللي هما موقفين على ذمة التحقيق ليومنا هذا. لا شهود ايام غادي موجودين، اكدوا بالاوصاف اللي عرفوا اولادنا. الطرف الرئيسي اللي كانت ضربته هي اللي ادت الى وفاه الضحيه، الله يرحمه وينعم ويصبر عائلته. ومن غادي انطلقت الابحاث، والحمد لله قبل لا يغادروا ولايه تونس كانوا متخلين حافله في اتجاه ولايه مجاوره لولايه تونس. تمكنا منهم كانوا مستقلين معناتها هما زوز ثلاثه اكثر. معتز الله يرحمه وربي يصبر والدي. والله ما نعرفش عندي الحق باش نعطي راي في الموضوع وإلا لا، ما نعرفش، أما باش نعطي راي لأنه حقهم دوريات أمنية موجودة بصفة يومية غادي قدام الليسيات بصراحة، لأنه شيء الظاهرة هذه ولاد ديما موجودة، تلقى مجموعة متاع بطالة قدام الليسي يتمنيكوا على بنات الناس، يبركشوا هات 100 هات 500 وتولي فيها ضرب وتولي فيها عرك. وثم صغار مازالوا معناها سابعة يعني أساسي مازالوا صغيرين ما همش فاهمين حتى شيء، يترعبوا. ثم عباد صدقوني من جيراني يعني وصلوا والدي حولوه من الليسي من الحكايات هذم، ولكن من بعد الطفل بطل قال لهم ما عادش نمشي وما عادش نقرا، خايف. اخي تصوروا انتم واحد سابعة اساسي تلميذ نورمالمون معناها يمشي يقرا وحده، والله العظيم امه تهزو كالتلميذ متاع الابتدائي، تهزو وتجيبو وتمشي له وقت اللمجة، هذا الكل خايفة عليه. لكن من بعد حتى العباد ولاو يضحكوا عليش بك انت سابعة، امك توصل، امك تجيب، امك تتفقد، امك تستنى، تعقد الوليد. شيء من كلام الناس كيفاش مستصغرينه كيفاش امه توصلوا، وشيء من الخوف من البركاجات اللي قاعدة تصير قدام الليسي. بطل قسما بالله بطل، وولديه اصل فكروا باش يبعثوه يحرق. تخيلوا وين وصلنا كيفاش ولينا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله ربي يرحمه معتز، إن شاء الله ربي يصبر والديه، وإن شاء الله الظاهرة هذه توفى بالحق، توفى لتوا 2024 ولتوا نخافوا على صغارنا ما فماش حاجة تحميهم قدام الليسيات. إن شاء الله بالحق تتبدل الحاجة هذه وتوفى. لنا نوصل بكم لآخر الفيديو، وإن شاء الله الناس كل تدعيو المعتز ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر والديه، إن شاء الله ربي يصبرهم ويعطيهم القوة والصبر، إن شاء الله ربي يرحمه. ادعيوا له الكل حتى ولو في قلوبكم، نعرفكم تبخلوا باش تكتبوا في الكومنتات يعني في التعليق تحت الفيديو، ادعيوا له في قلوبكم ربي يرحمه. بسلامة.